السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ان شاء الله النهارده هنعمل سمكة مفيدة جدا اللي هي الماكريل، فيها قيم غذائية عالية جدا لأولادنا. هنعملها طبعا لا هي مشوية ولا مقلية، هنعملها صينية بالبطاطس في الفرن، جميلة جدا. أول حاجة هنعمل الخلطة اللي هنحطها ونحشي بيها، ونحطها برضو على بقية المكونات. هنجيب الكبة بتاعتنا ونجيب قرون فلفل حمرا زي كده، بس ديت مش حامية، يعني عامله زي البابريكا كده، الفلفل الحلو الاحمر. هنحط 3 قرون، ونحط معاهم 2 فلفل رومي صغيرين كده، والقرون دي بقى هي اللي حامي. الفلفل الاخضر ده هو اللي حامي برضو. نحط لي قطع قرنين نخليها سبايسي كده جميله. طبعا اللي هو ما بيحبش الشطه هيكتفي بالرومي مع الفلفل الاحمر الثاني. بسم الله. ونجيب بقيه المكونات عليها. الاساسي في اي سمك راس توم كامله كده حلوه عشان نستخدمها في كل المكونات. وهنحط اساسي برضو مع السمك الكمون، معلقه كده كبيره، ومعلقه ملح برضو كبيره، دي تعتبر صغيره في 2 منها. جنزبيل مطحون برضو جميل جدا مع الاكله دي بتاع كزبره ناشفه معلقه صغيره كده. اساسي فيها كام ليمونه كده، بتاع 5 ليمونات معصورين، نكتفي ب2. نحطها هنا كده. و 4 معالق زيت، ونحط بتاع معلقه كبيره خل، انا عايزه طبعا مش عايزه افرمها فرم ناعم جدا، انا عايزاها مفروم فرم خشن زي ما انتم شايفين بنفس الاسلوب كده. هبتدي اجيب دلوقتي حبايبي، هجيب بوله اللي هبتدي احط فيها الخلطه بتاعتي اللي احشي بيها السمك. هجيب جزرايه كبيره مبشوره، وهحط عليها معلقتين كبار من الشبت المفروم، ومعلقه كزبره خضراء لطعم الاكل. طماطمايه كبيره جامده، واخده القلب بتاعها وشايله القلب، واخده اللحم الاحمر ومقطعاه مكعبات. اخد حوالي بصلايه مقطعها سلايس كده. اجيب الخلطه اللي انا لسه فرماها معاكم في الكب دلوقتي، وانزل منها معلقه كبيره كده، هي دي اللي هحدق بيها المكونات بتاعتي دي. طبعا اقلبها كده كويس واحيقها حلو. دلوقتي دي المكونات بتاعتي الجميله اللي هحشي بيها السمكه، واحط بقيه المقادير في الصينيه. اجيب بقى السمك بتاعي، دول عباره عن 4 سمكات ماكريل نضيف، جايباه فتحاه ومنضفه القلب كده كويس جدا زي ما انتم شايفين. وابتدي اجيب من الخلطه بتاعتي اللي انا عاملاها في الكبه، واحيق بيها السمكيه كده من قلبها كويس قوي. واجيب الخلطه اللي انا عاملاها واملى بيها قلب السمكيه عشان تبقى طعمه. وابتدي اعمل كده في ال4 سمكات بتوعي كلهم. اجيب شويه من الخلطه دي كده، واروح جايبه عليها السلطه اللي انا عاملاها دي كويس. ودلوقتي انا عملت ال4 سمكات بتوعي كويس جدا. هبتدي اجيب الصينيه او الطاجن اللي انا هدخله الفرن واحط فيه السمك. اروح جايبه بصلايه اللي انا مقطعها سلايس كده، وافتحها كده اهو كويس، وعليها قرنين فلفل رومي برضو مقطعهم كده سلايس حلو. طماطمايه كبيره جامده بشرها، واجيب عباره عن بطاطستين مقطعاهم، مش زي ما بنعمل صينيه البطاطس تبقى محمله رفيعه، لان سوى السمك ما بياخدش تلت ساعه في الفرن، فلازم البطاطس تستوي مع السمك. دول عباره عن بطاطستين شرايح زي ما قلت لكم رفيع. وبعدين احط عليهم الخلطه اللي انا كنت حاشيه بيها السمك دي، هطعمها. واجيب
بقيه الخلطه اللي انا عاملاها في الكبه كده، هي دي اللي هتحدق لي وتهيئ لي الحاجه. وابتدي اخلط كده كويس قوي المكونات دي هتبقى ارضيه تحت السمك، وهتبقى ايه في منتهى الجمال، تاكلي منها مغذيه جدا. وبيت ليمون واروح ايه مقطعه سلايس كده، واروح حاطاه في قلبه، واروح رصاها كده ايه على وش الصينيه بتاعتي دي. اجي كده زي ما قلت لكم، اروح حاطه شريحتين من الليمون سلايس كده واحطها، غيرها برضو. ودلوقتي حبايبي اهو انا خلصت الصينيه بتاعتي. ابتدي احط بقى ايه طرنشات الليمون اللي فضلت مني هنا كده، تدي مزازه وطعم حلو. وامسك عصير الليمون وامشي على جسم السمكيه، كل ده بيديها مزازه. وبقيت معلقتين الزيت امشي برضو على جسم السمكيه كده. واجيب كوبايه من الميه واروح حطها كده ما بين السمك هنا كده وهنا اهو كده. دي تساعد على التسويه كويس للبطاطس مع الميه اللي في قلب الخضار والسمك وكله هينزل، هيساعد على التسويه. اغلفها بقى بورق فويل وادخلها الفرن، هتقعد حوالي تلت ساعه. وبعد كده اشيل ورق الفويل واعرضها للشوايه حوالي 7 دقايق كده، تبقى في منتهى الجمال. وبعد كده افرجها لكم. حبايبي احنا دلوقتي بنحمر بصلايه كبيره مقطعه كده صغير في 4 معالق زيت، علشان تحمر كويس جدا، عشان نعمل الرز بتاع السمك بطريقه مختلفه عن اللي عملتها قبل كده مع السمك اللي كان مشوي في الفرن. ودلوقتي حبايبي انا هغمقها الغمقان اللي انتوا شايفينه ده، لكن ما تتحرقش طبعا. الغمقان اللي يعتبر ايه اخر درجه ممكن يتحملها البصل. بعد كده هنزل دلوقتي حبايبي، هنزل الميه ده مج، وهنزل كمان نص مج زيه. انا حطيت دلوقتي المج دوت عباره عن نص لتر، حطيت مج ونص يعني بتاع ما يعادل 3 كوبايات ميه، لان انا عامله 3 كوبايات رز مصري عادي. دلوقتي انا عايزه استفيد من الميه اللي هتغلي دلوقتي، الصبغه بتاعه البصل دي اللي هتطلع في الميه، هي ديت اللي هستفيد منها في انها تديني اللون البني بتاع الرز وفي نفس الوقت طعم. ودلوقتي حبايبي اهي غلت الميه اللي انا حطيتها على البصلايه، ادتني اللون اللي هي اديني اللون البني كويس للرز. هنزل معلقه ملح. يا حبايبي ادي الرز غسلاه ومصفياه. اجيب بقى هنا الميه اللي انا عملتها بميه البصل اللي غمقت واصفيها، علشان ما يبانش البصل غامق في قلب الرز ويدي منظر مش حلو. انا عايزه استفيد من الميه والطعم. قلب. شفتوا الميه يا دوبك معقوله حلوه لتسويه 3 كوبايات الرز اللي انا عاملاهم، وهتديني ان شاء الله لون الغامق وفيها طعم البصل وطعم الثوم والخلطه ومظبطه حدقها. لما تستوي تغلي اروح موطيه عليها خالص زي اي رز يتبخر ويستوي او افرجه لكم. ودلوقتي حبايبي اهو خرجت من الفرن جميله جدا، جربوها هتعجبكم قوي. ادي البطارخ وادي البطاطس مستويه كويس جدا، والسمك اللحم جميل جدا اهو طري خالص ومستوي، ما خدتش في الفرن تلت ساعه. تاكلوها بألف هنا وشفا. دمتم بصحه وعافيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.